السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنحضروا كريب خليط واحد. غنخرجوا جوج اشكال ديال الكريب بجوج حشوات. نبداو في مقادير الوصفة. بسم الله. عندنا 1 لتر حليب، عندنا 100 غرام زبدة مذابة، 4 بيضات، 1 ملعقة صغيرة مع مرش نكهة الفاني، 3 ملاعق كبيرة سكر سنيدة، 3 ملاعق كبيرة كاكاو مور، 500 غرام دقيق خاص بالحلويات. بالنسبة للفاني، اللي بغى يعمل العقدة بحال اللي عملت انا يعملها، اللي ما بغاش اختياري يعمل واحد كيس سكر الفاني من فئة 8 غرام. وبالنسبة للزبدة راه كندوبوها وكنخليوها كتبرد، عاد كن عاد كنستعملوها. نبداو بسم الله. كناخدو اناء كنوضعو فيه الحليب، كنزيدو الزبدة المذابة، وكنزيدو البيض، نكهة الفاني او كيس سكر فانيلا، سكر، وكنخلطو بطراب يدوي المكونات. كنخلطو المكونات مع بعضهم حتى كينسجم الخليط. من بعد كنزيدو الدقيق الخاص بالحلويات، وكنواصلو الخلط حتى كتنسجم جميع العناصر. من بعد ما تنسجم العناصر مع بعضياتها، ناخدو اناء اخر وكنقسمو الخليط على جوج. واحد القسم كنخليوه عادي كما هو بنكهة الفانيلا، والقسم الاخر كنزيدو له 3 ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو، كنخلوها. وبطبيعة الحال كلشي كيكون منخول، لا الدقيق كيكون مغربل ولا الكاكاو حتى هو كنغربلوه. من بعد ما كنضيفو الكاكاو للخليط، كنحركو الخليط حتى كتنسجم جميع العناصر مع بعض جيدا. وكناخدو الخليط ديال الشوكولا وديال الفاني وكنعملو لهم بلاستيك غذائي وكنخليوهم يرتاحوا لمدة ساعات المكانة. وكنبداو نطيبو بهذا الشكل هذا. كنوضعو مجرد القليل في المقلاة، وكنوزعوه على جميع المقلاة، على المقله كامله باش ما كيجيش مدقص. وكنطيبوا الكريب على الجهات بجوج باش كيتحمروا بجوج بيهم وما كيجيش مدقص. وبالنسبه للخليط الكريب راه ممكن تبيتوه فحالي انا، راه بيتو، راه ما خدمتوش في نفس النهار، طيبته حتى لغدا عاد طيبته. وكان كنت يعني ناخدو وقتنا باش يطيب الكريب. هنا راني مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش فيديو طويل وممل، يعني كتعطيوه وقته باش كيجي داخلو الطياب وما كيجيش معجن من الداخل. كنكملوا بهذا الشكل هذا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. ومن بعد كنبداو في خليط الفاني، حتى هو كنوضعوه غير مجرد القليل في المقلاة وكنوزعوه على المقلاة كامله. الا بقى ناقص شي شويه وهذا كنزيدو. وهو كذلك كنطيبوه على الجهتين بجوج.
كنوزعوه بحيث الكريب خصها تجي رقيقه، حيت مازال غادي نحشيو الكريب من الداخل. كنواصلوا بهذا الشكل هذا حتى كنساليو جميع الكميه اللي عندنا. راه كيجي انتم شفتوا رقيق، وهذه هي الكميه اللي حصلنا عليها. وبالنسبه للحشو عندنا كريمه الليمون اللي فيها 4 صفر البيض، اي ما يعادل 80 غرام صفر البيض، 60 غرام سنيده، 10 غرام مايزينا او دقيق النشا، عندنا 75 غرام زبده بحراره الغرفه، 30 غرام سنيده، و60 غرام عصير الليمون اي ما يعادل نصف كأس ما كاملش. كمرحله اولى كناخذوا اناء كنوضعوا فيه صفار البيض، كنضيفوا له 60 غرام سكر سنيده، وكنضيفوا له 10 غرام دقيق مايزينا، وكنحركوه بهذا الشكل هذا حتى كتنسجم العناصر جيدا. وكنخليوه جانبا، وكناخذوا كاسرونه كنوضعوا فيها الزبده وسنيده وعصير الليمون، كنوضعوا الكل على نار متوسطه، وكنقوموا بالخلط ديال هاد العناصر باكملها دون توقف عن التحريك. يعني كنبقاو نحركوا باش ما كيلصقش الكريمه، ما كتلصقش في قاع الكاسرونه. كنخلطوا مزيان حتى كيبدا يغلي الخليط. كنضيفوا له الخليط الاول اللي فيه صفار البيض والسكر ومايزينا، وكما قلت كنبداو نخلطوا ما كنوقفوش الخلط. بعد ما تعقد الكريمه كنحيدوها وكنوضعوها في اناء اخر، وكنعملوا البلاستيك الغذائي ملامس لسطح الكريمه، وكنخليوها حتى كتبرد باش من بعد كنخلطوها مع كريمه الخفق. هنا عندنا 70 غرام كريمه الخفق، من طبيعه الحال كريمه الخفق تكون بارده. كنطربوها بهذا الشكل هذا. كريمه الخفق الا ما كانتش من طبيعه الحال بارده راه ما غاديش تطلع. بعد ما كتوجد كريمه الخفق كنضيفوا لها كريمه الليمون اللي كتكون بردات، وكنخلطوا العناصر مع بعضياتها حتى كتنسجم الكريمه مع بعضياتها وكتصبح جاهزه للحشو. هنا هاد المرحله هذه عندنا الكاناش. عندنا 100 غرام كريمه سائله، 200 غرام شوكولاته بالحليب، ملعقه صغيره جليكوز، ملعقه صغيره زبده بحراره الغرفه. كنوضعوا على نار متوسطه الكريمه حتى كتغلي. من بعد كنطفيو على الكريمه وكنضيفوا شوكولاته بالحليب وكنخلطوا مزيان. من بعد نزيدوا معلقه صغيره د الجليكوز، وهذا الجليكوز اختياري، اللي بغى يزيدوا اللي ما بغاش ماشي مشكل، ولكن هو كيعطي واحد التعليكه، ولكن اللي ما بغاش يستعملو ما يستعملوش، اللي ما كيتوفرش عليه. كنوضعوه حتى هو في اناء وكنعملوا له بلاستيك غذائي ملامس لسطح الكريمه او الكاناش، وكنخليوه في الثلاجه حتى كيبرد. من بعد هنا كناخذوا الكريب كندهنوا له الوجه ديالو بكريمه الليمون بهذا الشكل. كناخذوا سكين وكنعملوا فتح في الوسط على هذا الشكل هذا، وكنبداو نطويو على شكل مثلثات، وكنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. وبالنسبه للكريب الشوكولاته هانتوما كتشوفوا الكاناش كيجي عاقد. كناخذوا الكريب وكندهنوا له الوجه ديالو حتى هو بالكاناش، وكنزينوه من الفوق يعني فوق الكاناش باللوز مهرمش ومحمر، وكنعملوا له فتح حتى هو في الوسط بسكين، وكنطويوه على شكل مثلثات. وهذا هو الشكل النهائي. كنزينوا له الوجه كندهنوه بالناباج، وكنعملوا بيستاج او رقائق اللوز محمر. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنىكم تعملوا ابوني وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس، والى فيديو قادم ان شاء الله. وفي امان الله وحفظه، وشكرا على المتابعه.